يسعد أوقاتكم. اليوم رح نعمل أكلة المغربية، يعني هي أكلة لبنانية كتير كتير طيبة. عنا هون تقريبا نص كيلو مغربية، عنا نص كيلو لحمة موزات بعضمة، عنا علبة حمص أو بتجيبوا حمص انتو بتسلقوه، وفي عنا تقريبا 5 بصلات وسط، ما بدنا ياهن لا كبار ولا صغار، وعنا ملح وفلفل، وعنا قرفة وكراوية. وتفضلوا معنا لنبلش نعمل المغربية. أول شي بنحط اللحمة مع المطيبات تبعوتها، البصل وحبات الهيل وعود قرفة وورق الغار، وبنحطن على النار ينسلقوا. بهالوقت هاد رح نجيب مي ونحط معها شوية زيت زيتون ونسلق حبات المغربية. وبس يستووا هلأ بنجيب بقى نحن هون زيت أو سمنة، زيت نباتي أو سمنة، وبنحط نص المطيبات، يعني نص القرفة مع نص الكراوية، وبنحط شوي من الملح، وبنحمص المغربية بعد ما انسلقت. أنا بحب حمصها بصراحة، في ناس ما بتحمصها، بس أنا بحب يعني أقلبها تقليبتين 3 مشان ما تنفش بالطبخ، تضل تقريبا الحبة تبعها واقفة. وهلأ مع المطيبات اللي هي الكراوية والقرفة والفلفل والملح بتاخد النكهة وانتي عم تحمصيها. بنحمصها هلأ طبعا ونشيلها على جنب. وهلأ بنحط الحمصات مع مرقة اللحمة مع البصلات وبنتركهم ليستووا، وبس نحسن تقريبا بلشت البصلة تقرص معنا شوي، بنحط حبة الباقي المطيبات يلي هن القرفة والكراوية، وبنحط المغربية يلي قلبناها بالسمنة قبل شوي. وهلا بنتركها هيك لتستوي. هلا شوفوا لي اياها بعد ما تستوي، وشلنا العظم عن الموزات، وعن جد كتير كتير طيبة وخفيفة وظريفة بالشتوية. هيك شايفينها هيك عم تغلي ما أحلاها. وهلأ هون بعد ما استوت معنا شوفوا لي هالمنظر، ولا تنسوني من دعمكم. أهلا وسهلا فيكم.